بيبدأ الفيلم في سنة 2002. بنشوف زوجين في عربية ومعاهم طفلهم الرضيع في الكرسي الخلفي. الزوجة اللي اسمها جون بتصرخ بأعلى صوتها على جوزها وهم بيتخانقوا، والطفل بيعيط بس هم بيتجاهلوه وبيكملوا خناق. الأب اللي اسمه فيليكس جونسون كمان غضبان على مراته جون وبيفضلوا يتخانقوا. جون متضايقة جدا علشان اكتشفت إن جوزها على علاقة بواحدة تانية هي تعرفها. فيليكس بيحاول ينكر التهمة دي، لكن جون بتفقد أعصابها وبيبان إنها عندها مشاكل نفسية ومش قادرة تتحكم في غضبها. بتمسك الدركسيون وفجأة العربية بتتحطم وجونسون بيموت بعد ما بيخبط دماغه. المشهد بيتغير لبعد 17 سنة وبنشوف 3 صديقات اسمهم كيتي وميجان وستيسي بيقضوا ويك اند في فندق. كيتي لسه مترقية لمنصب مديرة في المدرسة، فصاحبتها خدتها لفندق فخم جنب البحر. الستات لابسين شيك وبيشربوا نبيت في أوضة فخمة. بيتضح إن كيتي أم عزباء بعد ما انفصلت عن جوزها وعايشة مع بنتها المراهقة اللي اسمها بري، وهم بيحتفلوا. التكييف في أوضتهم بيبطل يشتغل، فبيطلبوا من موظفي الفندق إنهم يصلحوه. بيجي شاب وسيم اسمه إيان يصلح التكييف وبيصلحوا بسرعة. الستات بياخدوا بالهم من الشاب الوسيم الجذاب وبيبدأوا يغزلوه رغم إن عنده 15 سنة بس. بعد كده كيتي بتلبس فستان مغري جدا وبتقعد جنب حمام السباحة في الفندق وبتستعد إنها تنزل المية. إيان بيشوفها وبيعجب بيها رغم إنها لكنها لسه ست جذابة جدا. بيقرب منها وبيبدأ يتكلم معاها ويحاول يبهرها، بس واضح إنه مش بيقدر. وبعدين بينط في حمام السباحة وبيطلب من كيتي إنها تنضم ليه، لكنها بترفض. فجأة بيغوص تحت المية وبيبان إنه بيغرق. كيتي كانت منقذة في الكلية فبتنط بسرعة علشان تنقذه، لكنه بيضحك وبيقول لها إنه بيحب يقعد تحت المية علشان يصفي ذهنه. بعديها بيقول لكيتي إنها جذابة وبيروحوا الأوضة مع بعض. إيان بيحاول يقرب منها وكيتي بتكون مترددة جدا. بتقوله إنها ما بتحبش العلاقات العابرة مع شباب صغار، لكنه بيقنعها في الآخر. بعد كده بيقربوا من بعض، بيقضوا الليلة مع بعض. ولما كيتي تصحى الصبح بتلاقي إن إيان مشي وساب لها وردة. كيتي بترجع لصاحبتها تاني وبيمشوا من هناك. وبعدين بنكتشف إن إيان مش بيشتغل في الفندق ده أصلا، واحد من أصدقائه هو اللي بيشتغل، فإيان بس بيساعده لليلة واحدة. إيان بيبقى ماسك صورة لبري وبيقول إنها بنت مميزة جدا بالنسبة لي. بيروح البيت وبنعرف إنه عايش مع أمه وجوزها اللي علاقته معاه مش كويسة خالص. إيان مش بيطيق جوز أمه وبيبان إن جوز أمه بيشتغل في تجارة المخدرات. بعد كده بنشوف أمه اللي غالبا بتكون مريضة، وإيان بيحاول يهتم بيها على قد ما يقدر علشان بيحبها جدا. كيتي بترجع بيتها وبتستعد تروح المدرسة، وده هيكون أول يوم ليها كمديرة. وبنتها بري كمان جاهزة تروح معاها. بنعرف إن بري بنت انطوائية وما عندهاش أصحاب، وبيتضح إن في مدرستها السابقة كل الأطفال كانوا بيتنمروا عليها، وده أثر عليها بشكل كبير. من وقتها وهي بتحس بعدم الارتياح كل ما تقابل ناس جديدة. لما بيوصلوا للمدرسة كيتي بتشوف إيان وبتتصدم إنه هناك، لكنها قبل ما تقدر توصله بيختفي وسط الزحمة. كيتي بعد كده فكرت إنها ممكن تكون غلطانة وإن الولد اللي شافته في المدرسة هو مش إيان، ممكن يكون ولد تاني شبهه. كيتي راحت مكتبها وبري دخلت الفصل الجديد بتاعها. المدرس كان بدأ الحصة لما إيان دخل. بنعرف إن ده أول يوم لإيان في المدرسة دي برضه. إيان راح قعد في الكرسي اللي قدام بري وابتدوا يتعرفوا على بعض. بعد الحصة بري راحت للمعرض الفني علشان تتفرج على اللوحات. هناك قابلت 3 طلاب، ليسلي، جينا وستيف. ستيف هو حبيب ليسلي، والتلاتة حاولوا يتكلموا مع بري بطريقة لطيفة علشان يبقوا صحابها. عاوزين يضموها لجامعتهم علشان والدتها هي المديرة، وعاوزين يكسبوا ثقتها علشان يبقوا مشجعات. بري قالت لهم إنها هتسأل مامتها وهترد عليهم، ولما كانت بتتكلم كانت بتتأتأ كتير. ستيف ضحك عليها، وساعتها إيان دخل واداله درس علشان بيتريق على بري بسبب صعوبة النطق اللي عندها. بعد كده ليسلي وجينا وستيف كلموا كيتي وطلبوا منها ياخدوا بري معاهم لحفلة بيتزا. كيتي وافقت. خرجوا يتعشوا بيتزا واتكلموا عن إيان. جينا قالت لليسلي إنها كانت مرتبطة بإيان وإنها عارفاه من حفلة، بس انفصلوا من زمان. بعد كده إيان ظهر بره المطعم واتكلم مع بري بلطف، وده خلاها تستغرب علشان متعودة على التنمر من الأولاد الوسيمين. سألت إيان ليه بيتعامل معاها بلطف علشان عمرها ما حد كان لطيف معاها كده. تاني يوم لما إيان وبري دخلوا الفصل مع بعض كيتي كانت هناك بتتكلم مع جينا. لما كيتي شافت إيان اتصدمت لأنها كانت على علاقة مع ولد طالب في المدرسة اللي هي مديرة فيها. كيتي راحت مكتبها فورا وطلبت من السكرتيرة تجمع لها معلومات عن إيان،
وعرفت إنه ولد خطير، سجلاته من المدرسة اللي فاتت مش كويسة خالص. كيتي عرفت إن إيان عنده مشاكل في الغضب وبيميل للعنف، حصل معاه مواقف عنيفة كتير في مدرسته السابقة. كيتي دلوقتي بقت قلقانة ومش عارفة إزاي تتعامل مع إيان، فطلبت من صاحبتها ميجان إنها تيجي عندها فورا. لما كيتي كانت هتمشي شافت إيان قاعد مع بنتها فخدتها بعيد عنه. في العربية قالت لبنتها إنها ممنوعة تتكلم مع إيان تاني علشان مش ولد كويس. بعد كده حكيت لها عن خلفية إيان ووضحت لبنتها البريئة إن إيان ممكن يكون خطر عليها. بري مع ذلك رفضت تسمع كلام مامتها لأنها لأول مرة في حياتها لقيت حد بيعاملها بالاحترام ده. لما رجعوا البيت في اليوم نفسه كيتي بعتت بنتها تخرج مع طليقها اللي اسمه بن علشان تلاقي حل للمشكلة اللي هي فيها. بن خد بري لمطعم وهناك إيان ظهر علشان كان بيتبع بري. اتكلم معاها وهي قاعدة لوحدها لما والدها كان في الحمام، ولما بن رجع سأل إيان عن هويته وإيان عرف عن نفسه بكل احترام ومشي. بعد ما خلصوا الخروجة بن رجع بري للبيت واتكلم مع كيتي، حكالها عن إيان وكيتي بقت قلقانة. قالت له إن إيان ده ولد مش كويس وهي مش عارفة هو عاوز إيه بمطاردته لبنتهم. في الليلة دي كيتي فكرت في خطة، راحت المدرسة ولقت خنجر كبير وحطته في خزنة إيان. تاني يوم طلبت إعلان في المدرسة وقالت إن الخزانات هتتفتش. لما فتشوا خزانة إيان لقوا الخنجر اللي كيتي حطته هناك. دلوقتي بقى عندها حجة إنها تستدعيه لمكتبها. لما جه سألته هو ليه بيعمل كده، وبعدين بنعرف إن إيان كان بيتابع بري وحياتها من حسابها على السوشيال ميديا. البنت كانت بتحط كل حاجة على السوشيال ميديا، فبقى سهل على إيان إنه يراقبها ويعرف هي بتعمل إيه. قال لها إنه كان في الفندق الليلة دي بناء على خطته، ولقى كل المعلومات عن كيتي من خلال حساب بري. بعد كده إيان قال لكيتي إنه صورها وهي معاه في الفندق، وكيتي كانت مرعوبة لما شافت الفيديو، وقال لها إنه عاوز $50,000 وإلا كل الناس هتشوفها وهي بتعمل علاقة مع مراهق. بيقول لها إنها ست ذكية فطبعا هتكون عاوزة تحافظ على سمعتها الاجتماعية علشان هي ست محترمة جدا، وبيقول لها إنه لو دفعت ليه الفلوس هيبطل يضايق بري برضه. كيتي بتقوله ما يعملش أي حاجة غبية، وبتضيف إنه لو الفيديو ده انتشر هو كمان ممكن يدخل السجن. كيتي بتحاول تتفاهم مع إيان لكنه مش عاوز يسمع أي حاجة، وبيقول لها تجهز الفلوس في أسرع وقت وإلا هيدمر حياتها وحياة بنتها. كيتي مع ذلك بترفض تديله الفلوس، هي مش واثقة فيه خالص وبتقول إنها عارفة إنه مش هيبطل يبتزها حتى لو اديته الفلوس، فقررت إنها ما تديهولش ولا مليم. بتطلب من الحراس يدخلوا ويطردوه من المدرسة. في اليوم ده جينا بتقرر تراقب إيان وبتتبعه لحد بيته، ولما إيان بيدخل بيحصل خناقة بينه وبين أبوه. إيان بيفقد أعصابه وبيطعن أبوه بس بشكل خفيف، بيقرر إنه هيقتله. بس في اللحظة دي جينا بتظهر في بيته، بيسألها إيه اللي جابها هنا وبتقوله إنها عاوزة ترتبط بيه علشان معجبة بيه بجد. لكن إيان بيكون غاضب جدا علشان جينا قطعت عليه اللي كان هيعمله في زوج أمه. بيقول لجينا تخرج من هنا وبيطاردها بعنف لحد عربيتها، بياخد عصاية بيسبول وبيكسر زجاج عربيتها. بيقول لها تخرج من هنا فورا، وبيضيف إنه مش مهتم في حد غير أمه. جينا بتبقى مرعوبة ومصدومة وبالكاد بتنجح في إنها تهرب من هناك بحياتها. بعد كده إيان بيرجع البيت وبيلاقي جوز أمه بيزحف على الأرض، بياخد عصا البيسبول تاني وبيضربه بيها لحد ما بيموت. أمه بتكون في الأوضة، بيروح لها وبيقول لها تقعد هادية كام يوم، وبيقول لها إنه هيجي يرجع ليها قريب. بعد كده بيتسلل المدرسة علشان يكلم بري، بيقول لها تيجي معاه علشان يقدر إنه يبتز كيتي مرة تانية. كيتي بتعرف إن بنتها مش موجودة في المدرسة وجينا بتقول لها إنها خرجت مع إيان. كيتي فورا بتتصل ببري لكن إيان بيرد على التليفون وبيقول لها تدفع للفلوس وقال لها تندم. إيان بيهددها إنها لو حاولت تتصل بالشرطة هيأذي بنتها بشكل كبير. كيتي بتتوتر جدا وبتتصل بميجان علشان تطلب مساعدتها. هما الاتنين بيجهزوا الفلوس بسرعة بعد ما كيتي بتشرح ليها كل حاجة. في الوقت ده بنشوف إيان وهو بيقود العربية وبري معاه. بري بتسأله هو رايح بيها فين وليه بيتصرف بطريقة غريبة. إيان بيقول لها إن مامتها امرأة مش كويسة. بري بتكون خايفة ومرتبكة. إيان بيوريها المسدس بتاعه وبيقول لها إنها أخته الصغيرة ولازم يحميها. وهنا بنعرف إن الواد الصغير اللي كان بيعيط في العربية في بداية الفيلم كان إيان، وإن أبوه كان على علاقة بكيتي ونتج عنها ولادة بري. إيان بيقول إن كيتي هي السبب في موت أبوه لأن العلاقة دي خلت جون تعمل اللي هي عملته في الليلة دي، ومن ساعتها وهي دخلت في اكتئاب. وبيقول إن كيتي دمرت حياته وحياة أمه. بيقول لبري خطته كلها وبيعترف إنه نام مع كيتي. بري بتضربه في وشه وبتجري.
كاثي وميجان بيقابلوا إيان وبري في المكان المحدد لتسليم الفلوس. ميجان بتفضل في العربية وبتقول إنها هتتصل بالشرطة لو كيتي ما ظهرتش في خلال 10 دقايق. كيتي بتدخل وبتقول لإيان إنه يهدى وبتطلب منه يسيب بري. كيتي بتعترف إنها كان عندها علاقة مع إيان وإنها كدبت على بري بخصوص مين أبوها. كيتي بتبرر وبتعتذر، لكن بري بتحس إنها اتخدعت من أمها نفسها. إيان بيكون على وشك إنه يضرب النار على بري وكيتي، لكن كيتي بتهاجمه وبيقعوا هما الاتنين من الشباك في الدور التاني. كيتي بتنجي من السقوط لكن إيان بيموت، وبعديها بنشوف كيتي وبري وبن عايشين مع بعض وحياتهم ماشية كويس، بينما أم إيان بتفضل وحيدة. وفي كده الفيلم بينتهي. أشكركم على المشاهدة، ومن فضلكم اعملوا لايك واشتركوا بالقناة وضغطوا على جرس التنبيهات علشان توصل لكم ملخصات الأفلام الجديدة. بحبكم قوي، باي باي.